عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معاكم مطبخ فري. هنعمل النهارده شاورمة الفراخ وشاورمة اللحمة بطريقة سهلة وجميلة جدا جدا، وهنعملها في العيش السوري او خبز الشاورما. واحنا عملناه قبل كده، عاملاه انا فيديو ازاي تعملي العيش السوري، وطريقته سهلة جدا. النهارده بقى ان شاء الله اتمنى ان الفيديو يعجبكم وتكون الطريقة سهلة عليكم زي ما انتم شايفين اهوت. بصوا ادي اهوت الشاورما اهيت جميله جدا اهيت. تقدري بقى تقدمي معاها بطاطس زي ما انتم شايفين كده، وتبقى اكله سهله وجميله جدا زي اللي بتاكليها من بره، واحلى بقى وانضف. تقدري تعمليها في البيت وتوفري على نفسك الخروج للمطاعم. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتكون الطريقه سهله عليكم. يلا مع بعض نشوف مقاديرنا ونشوف طريقتنا في شاورمه الفراخ واللحمه بالعيش السوري. حبايبي بقى المقادير اللي هنعمل بيها شاورمة الشاورما النهارده في العيش السوري اللي احنا عملناه قبل كده. زي ما انتم شايفين بقى اهوت، انا عندي نص كيلو لحمه مقطعاها شرايح. يا ريتك تجيبي اللي هي لحمه البفتيك عشان خاطر تبقى رفيعه وتبقى سهله معاكي في السوا. وكمان معايا صدور فراخ قطعتها برده شرايح زي ما انت شايفه كده. هنجيب بقى اول حاجه الطاستين بتوعنا. ادي اول طاسه وهنزل فيها زي ما انتم شايفين كده بصدور الفراخ اللي انا قطعتها شرائح ديت اهي. وهجيب بقى طاسه تاني اهي، هنزل بشرائح اللحمه اللي انا قطعتها اهي. وزي ما قلت لك يا ريت تكون تجيبي قولي له يعني هاتي بفتيك وقطعيه بقى انت شرايح كده عشان خاطر ايه يبقى رفيع، هيستوي معاكي بسرعه ومش هياخد وقت. اهي حبايبي زي ما انتم شايفين بقى انا علقت على شرائح اللحمه اهيت الشاورما اللي انا قطعتها اهيت. بديها بس الاول ايه انشفها من الميه اللي هي فيها اهي زي ما انتم شايفين. بصوا ابتدت اهي لونها هيغير معايا. زي ما انتم شايفين اهي. لازم اعمل كده عشان طبعا انتوا عارفين ان اللحمه بتاخد سوا شويه. فبصوا بقى ايه هي بتغير لونها وكمان بتنزل ايه عصاره اهي زي ما انتم شايفين العصاره بتاعتها زي ما انتم شايفين اهي. وهسيبها بقى على نار هاديه يا بنات كده تستوي كده شويه في الميه الصوص بتاعتها دي عشان تستوي معايا كويس واضمن ان هي مستويه كويس معايا. ودي كمان الفراخ اهي برضو نفس الموضوع. هفضل برضو كده من غير ما احط لها اي اضافات او اي حاجه، هفضل برضو اقلب فيها زي ما انتم شايفين لحد برضو ما لونها يغير، وبعد كده ابتدي احط لها الاضافات التانيه عشان برضو اضمن ان الحاجه تستوي معايا كويس. لازم اعمل الخطوات دي اول حاجه. وهي حبايبي زي ما انتم شايفين اهي نشفت اهي خلاص، شربت بقى الميه اللي فيها. هنروح بقى كده نعمل ايه بقى، هنجيب بقى معلقه سمنه كبيره كده اهي، معلقه سمنه كبيره زي ما انتم شايفين، وهننزل بيها كده اهو، نقلبها فيها كده. وبعد كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين انا مقطعه شرائح بقى بصل وشرائح فلفل وشرائح طماطم اهي زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بيها على الشاورما بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين كده، واقلبها بقى كويس قوي. وهجهز بقى التوابل بتاعتي وانزل بقى بيها اهو. بقى هنحط بقى التوابل بتاعتنا، هننزل بقى كده بالملح
احط معلقتين اهو صغيرين. بعد كده برضه هحط معلقتين صغيرين من الفلفل الاسمر اهو، وهنزل بذرة كمون، وهنزل بشوية 7 بهارات اهو، وهحط كده حوالي معلقة خل اهو، معلقة زي ما انتم شايفين. وهقلب بقى، وهحط لها بقى دبس رمان وصوص صويا بس لما تستوي بقى معايا شويه. هفضل بقى اقلب فيها كده، واخلي بقى النار ايه يعني وسط بقى. خلاص يعني نهدي النار شويه كده، وبعد ما تستوي كده شويه هنحط بقى بقيه الصوصات بتاعتنا هوريها لكم بس لما تستوي شويه. ودي حبايبي بقى هش لحمه شاورمه اللحمه اهي. دي اللحمه اللي احنا بنجهزها اهي، بعد ما خدتها كده تشويحات كده في الصوص بتاعها كده. هاجي بقى برضو مجهزه لها برضو زي ما انتم شايفين برضو شرائح بصل اهيت، وادي الطماطم وادي الفلفل، هنزل برضو بيهم كده على شاورمه اللحمه اهي، ونقلبها كويس. وهنجيب برضو يا بنات معلقه سمنه كده نحطها عليها اهي، نقلبها. وهجيب بقى البهارات برضو والتوابل بقى والحاجه بتاعتي برضو هحطها. هحط معلقتين كده صغيرين من دي ملح اهو، واحط معلقتين فلفل اسمر زي ما انتم شايفين، ودي معلقه صغيره كمون، وهحط رشه 7 بهارات، رشه مش كتير اهي. برضو هحط برضو معلقه خل، بيساعد برضو كده ليه في ان الحاجه تبقى ملهاش اي ريحه زفره او حاجه اهي، وبيساعد كمان في سوى الحاجه اهي. ونقلب بقى كويس، وبرضو نهدي برضو النار عليها شويه عشان ايه ما تفضلش تنشف بقى مننا وتحروق، لا نوطي كده النار عليها ونسيبها بقى تستوي مع نفسها بقى ايه في نار هاديه. هنا بقى يا حبايبي خلاص الشاورما قربت خلاص اطفي عليها بقى، فكده هحط بقى اهوت ادي صوص الصويا، حطيت معلقه كبيره زي ما انتم شايفين، وهاجي كمان دبس الرمان برضو هحط برضو شويه اهو، واقلبه بقى كويس اهو، وبرضه اسيبها على النار لحد بقى ايه ما تشرب بقى الصوص بتاعها ده كله عشان تبقى جهزت ويانا. كمان برضه في شاورمه الفراخ اهي برضه هنحط برضه معلقه صوص صويا تدي طعم كده حلو، وهنحط برضه حبه كده من دبس الرمان ونقلب بقى كويس. ونسيبها كده حوالي دقيقتين 3 على النار، وهندفع عليها تكون بس اتشربت في الصوص بتاعها ده، ونكون ايه نقلبها بس كويس عشان تشرب كلها من الصوص اللي حطيناه دوت. ونسيبها كده دقيقتين 3 على النار، وهي خلاص كده خلاص استوت، بس هنسيبها دقيقتين 3 بس مع الحراره كده تتقلب تاكل في الصوص ده كده مع نفسها، وبعد كده هنطفي بقى عليها. وادي يا حبايبي بقى الشاورما بعد ما خلصت اهي زي ما انتم شايفين، هنطفي بقى عليها ثواني. احط بقى الطاسه بتاعتي ديت مكانها اهي، ونبتدي بقى ايه نحط بقى
ونبتدي بقى نعمل العيش السوري، نحشي بقى بتاعنا ونعمل كريب الشاورما او العيش السوري او خبز خبز الشاورما زي ما انتم شايفين اهو. ونبتدي بقى ايه، نيجي بقى كده يا بنات زي ما انتم شايفين اهو كده، واجي من هنا كمان اهو، بقفله بقى كده اهو، واسيبه بقى كده لحد ايه ما يستوي من الناحيتين. وخليكم برضو معايا اوريهولكم اهو يا حبايبي. قبل بقى معلش قبل ما اقفله زي ما انتم شايفين هنزل بقى عليه كده بالمايونيز والكاتشب. ولو انت بقى بتحبي تحطي اضافات مثلا خيار مخلل او حاجه ممكن تحطي وانت بتعمليها كده اهو. عايزه برضو تحطي مستردة اي حاجه بقى اضافات حطي بقى براحتك، كل واحد بيحط طبعا الحاجه اللي هو بيحبها. وزي ما وريتكم كده هنقفله كده اهو. شايفين بصوا ابتدى يحمر معايا ازاي اهو. واضغط كده عليه كده واسيبه كده شويه لحد ما يحمر، وبعد كده اقلبه للناحيه التانيه اهو يا حبايبي. بعد ما سيبناه بقى شويه نيجي برده كده بالراحه كده عشان ما تتلسعيش. شايفين بقى بصوا لونه ازاي، شايفين بقى بصوا. عايزه تحمريه اكتر براحتك بس هو كده كويس عشان ما يبقاش ابيض، وعشان كمان ما ينشفش منك، تحافظي على طراوه الطراوه كده بتاعه العيش عشان يطلع لك عيش الشاورما كده يبقى طري وجميل زي ما انت شايفه اهو يا حبايبي. شايفين كده اهو. بصوا بقى من الناحيتين ازاي، واطلعه بقى كده في طبق واعمل بقى غيره. هنعمل بقى كمان تاني واحد كمان تاني معاكم اهو. حاولي بس ما تخرجوش كده عشان ما يخرجش ايه من العيش معاكي اهو. هنجيب برضو زي ما قلت لكم هذا المايونيز اهو، ونجيب الكاتشب زي ما انتم شايفين اهو. واجي برضو اهو ونحطه كده على جنب. نيجي برضو نعمل واحد تاني بقى من الفراخ اهو. احنا طبعا عاملين نوعين، عاوزه بقى تعملي نوع واحد برضو براحتك، بس انا عشان انا مجهزه نوعين، شاورما فراخ وشاورما لحمه اهو. وانزل كده بالكاتشب بتاعي اهو. وانزل برضو بقى واحط بقى كمان المايونيز اهو اهو، وزعه عليه زي ما انتوا شايفين كده. نطبقوا تطبيقه الكريب بتاعتنا اهي زي ما انتوا شايفين. ونشوف بقى التاني كده نقلبه اهو، ونستنى عليهم بقى كده يحمروا وبعدين نقلبهم ونطلعهم لما يخلصوا اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين اهو، شايفين اهو. اعمل من ناحيتين اطلعه اهو. نشوف التاني برضو. لو انت عاوزه تحمريه اكتر من كده بقى براحتك برضو، بس انا كده حلو قوي عشان خاطر زي ما قلت لكم العيش يفضل طري وحلو. وهكمل بقى الكميه وارجع لكم يا حبايبي. بقى بعد ما خلصنا الكريب اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا جميل ازاي اهو، شايفين بصوا اهو، شايفين جميل ازاي. تقدروا بقى تعملوه في اي وقت وبكل سهوله، وتقدمي جنبيه البطاطس. وممكن برضو تزودي كاتشب مستردة اللي انت عاوزاه، ممكن تحطي بقى خيار مخلل وحاجات معاه اللي انت عاوزاه. اتمنى بقى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وتكون الوصفه سهله عليكم باذن الله. وما تنسوش بقى ان عجبكم الفيديو تعملوا لي بقى لايك وسبسكرايب في القناه، واستنوني بقى في وصفه جديده ان شاء الله من مطبخ فارس.